بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وفي أسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. ناس كتير قوي لسه ما تفهمش حاجة أو ما تعرفش حاجة في موضوع الأرانب وعايزة تبدأ تربي أرانب، أو بمعنى تاني واحد بيسألني أنا لسه مبتدئ في تربية الأرانب، أبدأ بكم نتاية وبكم ذكر لأن المشروع عجبني ومشروع جميل. يبقى كلام حضراتكم كله دلوقتي عن مربي مبتدئ، مربي عمره ما ربى أرانب قبل كده ولا يعرف حاجة في تربية الأرانب، ولكن حب المشروع وحب الموضوع من الفيديوهات اللي بيشوفها أو من الأرانب اللي بيشوفها، لأن فعلا الأرانب من أجمل المشاريع اللي بتعمل معدل دوران رأس مال عالي، وفي نفس الوقت هي حيوان جميل ومجهب ومبهج وشكله جميل جدا، وبالتالي ناس كتير بتبقى عايزة تربي الأرانب. أنا على جروبات كتير وعلى قنوات كتير بفوجئ بحاجة غريبة، واحنا في شهر رمضان والمفروض شهر، مش المفروض، ودون شهر كريم وشهر مفترج، يعني الناس كلها المفروض تتقي ربنا. انا لو ببيع نوتي او ببيع اي حاجة وبعدين جالي مربي مبتدئ وبيسألني ابدأ بكم نتاية وبكم ذكر، ناس كتير بفوجئ بيها بتبيع بال10 نوتي وذكرين او 3، وال20 نتاية وذكرين او 3، والواحد لسه مبتدئ. طيب نحسبها كده يا جماعة بالعقل. متوسط النتاية النهاردة في السوق بره حوالي 700 جنيه 800 جنيه، وفي 850 و900. يعني لما واحد مبتدئ لسه يبدأ ب10 نوتي وذكرين وما عندوش خبرة، يعني ال10 نوتي والذكرين لوحدهم هيعملوا معاه 8400 جنيه. انت متخيل الرقم اللي انا بقوله لحضرتك؟ 10 نوتي وذكرين 8400 جنيه، ده لو هيبيع ب700، لو هيبيع ب800 او الكلام ده هيبقى اغلى. طيب انا الحمد لله فضل وعدل من عند ربنا، انا ببيع النوتي عمر 5 شهور بكر على الشغل بسعر 600 جنيه، او بقول للي بياخدها مني خليها عندك اسبوع او اسبوعين على ما تاخد على المكان وتفرد معاك اكتر كمان، وابدأ ان شاء الله شغلها. ولكن انا ببيع في العموم على سعر 600 جنيه اي انتاية بكر واي ذكر عمر 5 شهور زي ما انت شايف كده. بالنسبة للاحجام دي بسم الله ما شاء الله، اي ذكر من اللي انت شايفه ده ببيعه ب 600 جنيه. الذكر ده على فكرة وزنه حوالي 3 كيلو، بعكس النوتي وزنها بيبقى اقل، ولكن انا بوريك الجمال وبوريك الحلاوة. طب انا لما ببيع الذكر دون ب 600 جنيه وزنه حوالي 3 كيلو عمره 5 شهور، هو انا خسران يا جماعة؟ والله العظيم بحق الايام المفترجة دي والله انا كسبان والحمد لله وربنا مرضيني. ولكن الموضوع كله بيبقى ما اعرفش، يعني عايزين نرحم بعض، اللهم اني صايم، عايزين نرحم بعض. فاللي عايز يبدأ لو حد قال لك ابدأ ب10 نوتي وذكرين والكلام ده كله، خلي بالك اول حاجة التكلفة هتبقى عالية جدا. انت متخيل هتدفع حوالي 8000 وشوية، يعني 9000 جنيه في الأرانب بس، غير سعر البطاريات، غير سعر العلف، غير الكلام ده كله، وانت ما عندكش خبرة. طب لا قدر الله لو الأرانب ديت ماتت، ما انت ما عندكش خبرة أو ما نجحتش أو حاجة، هتبص تلاقيك دخلت لك في على الأقل في 15 20 ألف جنيه خسارة وانت لسه مبتدئ. يبقى كده حرام، واوعى تعمل كده. دي نصيحتي لأي حد مبتدئ، اوعى تبدأ بأعداد كبيرة، ابدأ بأعداد هقولك عليها دلوقتي زي ما انت شايف كده اول حاجة. طيب واحد تاني قال لي طيب انا هسمع بقى كلامك يا جدو
وهبدأ بنتيتين حلوين زي دول كده وذكر. اقول له هو انت يا نبقى فوق قوي يا نبقى تحت قوي؟ طب ما انت ممكن تاخد نتيتين زي كده، خد بالك من كلامي، وما يشتغلوش. مش ده احتمال؟ احتمال ما يعشروش، ده احتمال واحدة تموت، احتمال. طيب وبعدين هتاخد نتيتين وهتاخد معاهم ذكر، ده خد بالك التكلفة بتاعة الذكر بتتحسب على النوتي كمان. طب امال ايه الصح يا جد عصام؟ ونعمل ايه الصح يا جماعة لأي مربي مبتدئ لسه ما عندوش خبرة ولا عنده اي حاجة؟ وده الكلام المظبوط. يبدأ ب4 نوتي وذكر. الذكر معروف ان له 5 نوتي، ولكن انا عايز ادخلك الذكر في حسبة النوتي. يعني ايه؟ يعني الذكر والنوتي 4 نوتي والذكر يبقى دي 5 لو هتاخدهم من عندي، او انا الحمد لله ما عنديش ارانب دلوقتي للبيع، عشان واحد ممكن يقول ده بيروج للي عنده والكلام ده كله. لا، انا اللي موجود عندي ده يعني سن 4 شهور، سن 3 شهور ونص، ما عنديش نوتي للبيع لان ما ببيعش نوتي كبيره. انا اللي موجود عندي بس هي الدكوره اللي بره اللي عمر 5 شهور دي. فابدأ حضرتك من اي مكان ب4 نوتي وذكر. اولا الذكر مش هيجيله اكتئاب وهيقعد يلقح في النوتي ال4 طول ما هو عايش، مش هيقعد بالشهر ما يلقحش نوتي. دي نمرة 1. نمرة 2، التكلفة بتاعة الذكر هتتوزع على ال4 نوتي بعكس ما تتوزع على نتايتين، يبقى تكلفته هتتوزع على ال4. بقول لك 4 ليه بقى كمان؟ بفرض يا سيدي ان 2 ما اشتغلوش، 2 ماتوا، 2 ما عشروش، ايا كانت الاسباب. في نتايتين ما اشتغلوش ونتايتين اشتغلوا. انت عارف ان النتايتين اللي هيشتغلوا دول هيكسبوك ايه وهتعمل بيهم ايه؟ النتايتين دول هتاخد منهم على الاقل 15 عيل صغير زي الجمال اللي انت شايفه الصغنن ده كله في كل ولدة. الاتنين يعني لو جابوا لك واحدة 7 واحدة 8 هيبقى عندك الحلاوة دي. هتعمل ايه؟ هتفطم منهم، وبعد ما تفطم هتبيع اغلب الدكورة لحم، وهتخلي النوتية عندك تطلعها سلالة. عشان كده انا بنصح اي حد يا جماعة ابدأ ب4 نوتية وذكر وما تشتريش ارانب تاني، وطلع السلالة من عندك. اوعى تفرح ان لما المشروع يكبر عندك او ان انت لما تبدأ تنجح تقعد تحول لي في ارانب وتشتري في ارانب. دي اكبر غلطة. انا عايزك تطلع السلالة من عندك وتبدأ الشغل حاجتك انت وبتاعتك انت. ربنا هيكرمك ومش هتتكلف تكاليف كتيرة. طب انا لو بدأت ب4 نوتي يا جد وذكر والموضوع ما نجحش معايا، هتبقى خسارتك يا حبيبي قريبة. حتى لو ما نجحش معاك الخسارة هتبقى قريبة، ولازم كلنا بنتعلم من بعض. اتمنى ان انا كنت فدتكم في الفيديو دون، وكل سنة وانتم طيبين، والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.